عمرك سألت نفسك ليه شركة أبل شالت الشاحن من علبة الآيفون فجأة؟ مع إنه حاجة أساسية جدا. زمان كان الآيفون بيجي بكامل إكسسواراته، رأس الشاحن، السماعات السلك والكيبل. لكن في 2020 أبل صدمت الكل وقررت تشيل الشاحن. مبررهم إيه؟ طلعوا قالوا عشان نحمي البيئة، علب أصغر، نفايات إلكترونية أقل. وكأنهم شالوا مئات الآلاف من العربيات من الشارع عشان يقللوا التلوث. تحسهم شركة نبيلة وأبطال، صح؟ بس الحقيقة اللي هتعصبك إن الكلام ده كله هبد. السر الحقيقي هو إن الآيفونات الجديدة وقتها بقت تنزل بكيبل تايب سي للايتنينج، في حين إن أغلب الناس كان عندهم رأس الشاحن القديمة العادية، اليو اس بي شرطة إيه. يعني شواحن الناس القديمة أصلاً ما بقتش تشتغل مع الكيبل الجديد. طب أبل عملت إيه؟ حركة في منتهى الذكاء، خلتك تضطر تشتري رأس الشاحن الجديدة لوحدها ب2500 جنيه. يعني الحوار كله ما كانش عشان البيئة، الحوار كله بزنس وأرباح. إيه رأيك بقى في الحركة دي؟